يا عم تعالى دلوقتي هقول لك تعمل ايه لو انت بتروح الدرس بتقعد زي قلتك، ما بتعرفش تركز مع المدرس، حاولت تركز مش عارف تركز، بتقعد زي الكرسي اللي انت قاعد عليه، بتطلع من الحصه مش فاهم اي حاجه خالص، وكل اعتمادك على مذاكره الدرس اللي انت بتعمل ايه؟ بتروح البيت بعد الدرس بكام يوم بتفتح الكتاب بتقرا منه الدرس، يبقى انت كده ذاكرت. وعلى فكره الكلام ده غلط، واكتر من 90% منكم بيعملوا كده وانتوا عارفين كده. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان كل درس بيكون ليه طريقه فهم معينه، لازم المدرس بتاعك هو اللي يشرحها لك. ده غير الزيادات اللي المدرس بتاعك بيقولها اللي مش موجوده في الكتب الخارجيه، ده غير ان الحاجات اللي بيكون فيها ربط بقى اللي بتيجي في الامتحان بقى الاساسيه، رابط لك حاجه من الدرس الاول بحاجه من الدرس الثاني، المدرس بتاعك هو الوحيد اللي لازم يفهمك الحته دي، وبتيجي في الامتحانات كل سنه. طيب تعمل ايه برضو لو انت حاولت تركز بشتى الطرق مش عارف تركز؟ حاجه من 3 حاجات، يا اما تغير المدرس يبقى انت ما بتفهمش منه، وانا ما اعتقدش دي هتنفع معاك لان ده مدرس واكيد طلبه بيفهموا منه وبيطلعوا اوائل المدارس وبيجيبوا طب. تاني حاجه بقى مشكله نوم، يبقى انت بتسهر طول الليل وما بتعرفش تنام، فقله التركيز بناء على قله النوم بتاعك، يبقى ظبط نومك. تالت حاجه ودي اللي انا متاكد منها وانت لازم تعملها، غير قعدتك. صحابك الشياطين اللي جنبك هم دول اللي بيتكلموا معاك كل شويه وبيخلوك تطلع بره المود، بره مود التركيز، هم دول اللي بيشتتوك، فابعد صحابك عنك علشان تعرف تركز وتجيب مجموع.